السلام عليكم أحبابي ديال قصص مغربية. قبل ما نبداو، إلا كنتي أول مرة كتسمع هاد القصة، راه وصلنا دابا للجزء الرابع من حكاية ياسين، ولد بدار البيضاء اللي دخل لعالم خطير، المافيا اليابانية. ولكن قبل الغوص، دير لايك وبارطاجي القصة مع صحابك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديال قصص مغربية. يلا نغوصوا في القلب ديال الحكاية. أنا ياسين. في الحلقة اللي فاتت حكيت لكم كيفاش تلاقيت بواحد من زعماء الياكوزا، كيفاش عشت فترة وسطهم، وكيفاش كنت قريب نموت في واحد العملية، ولكن هربت منهم واختفيت. دابا بعد شهور ديال الهروب والاختباء، لقيت خوتي المغاربة في طوكيو. ماشي بزاف، ولكن اللي كاينين كيرقفوا مع بعضياتهم. لقيت حمزة ولد فاس خدام في واحد المطعم، هو اللي سقاني وكساني ودارني بحال خو صغير. ولكن طوكيو ماشي دار. كنت داير في بالي نهرب نرجع للمغرب، ولكن المشكل ما عنديش أوراق، لا جواز لا إقامة، والو. في واحد النهار وانا كنجمع شوية فلوس من خدمتي البسيطة، جا عندي واحد من الياكوزا القدام سميتو شينجي، وقال لي: تاكاشي، كان كيعزك، وانا محتاج خدمتك في واحد الحاجة نظيفة ماشي فيها دم، غير شوية عقل ودهاء. رفضت في الأول، ولكن قالها لي: راك مفضوح عندنا وما غاديش تعيش مرتاح بلا مساعدتنا. خديت وقتي، فكرت وشاورت حمزة. قال لي: إلا دخلتي مرة أخرى راك كتغرق راسك، ولكن إلا داكشي ماشي خطير جرب، راه يمكن يكون مخرج. وافقت. بديت كنخدم مع شينجي كمترجم في اجتماعاتهم مع شركات صينية وكورية، وكنت كنشوف الفلوس كتشعل، العقود كتمضى، والسياسيين كيدخلوا ويخرجوا بحال شي مسرحية كبيرة. كانوا كيستغلوا العلاقات ديالهم في الاقتصاد، ماشي غير في العنف. ولكن واحد نهار دخلت الاجتماع، لقيت فيه وجه ما عرفتو، كريم، صاحبي القديم من الدرب، اللي كنت نبيع معاه السجائر في زنقة الدرب غلف. دابا ولا خدام حتى هو معاهم، ولكن في فرع ديال كوريا. جا لطوكيو باش يكمل صفقة كبيرة. شحال تبدلنا، شحال بعدنا، ولكن واحد النظرة بقات كتجمعنا. بعد الاجتماع مشينا نشربوا قهوة. قال لي: راك ماشي بوحدك هنا، راه كل شي تبدل، ولكن ما تنساش دابا ولينا جزء من لعبة كبيرة وما كاينش طريق للرجوع. قلت ليه: أنا باغي نرجع، نعيش حياة هانية، نفتح مشروع بسيط، ندير دار ونتهنى. قالها لي بضحكة حزينة: ياسين، هادشي راه بحال الرملة، إلا دخلتي غادي تغرق. ومن داك النهار بديت كنخمم في الهروب كبير، الهروب من عالم فيه كل شيء ولكن ما فيه راحة. بديت كنقلب على طرق باش نخرج من اليابان بلا ما يشكوا فيا، جواز مزور، الهروب عبر الميناء، ولا نطلب لجوء. كل خطة كتحمل خطر. ولكن في 2020 جا كورونا، والحياة وقفات، المطارات تسدات، الشوارع خاوية، والفرصة جات. المافيا تخلخلات، التجارة السرية توقفت مؤقتا، وأنا استغليت الفرصة ومشيت للسفارة المغربية نطلب المساعدة. كانوا عارفين قصتي جزئيا، ولكن ما كانوش باغين يتورطوا. قضيت ليالي كنبات في الشوارع وكنبكي كيفاش حياتي ولات بين يدي الريح، حتى جا نهار وصلتني ورقة استدعاء من المحكمة اليابانية بسبب تهم بسيطة مرتبطة بالهجرة فقط، ماشي إجرام. وهنا قلت: هذه فرصتي نخرج بشرف، ماشي كهارب ولكن كمرحل. وهذا اللي وقع. تم الترحيل ديالي ورجعت للمغرب بعد سنوات من التيه ومن اللعب مع النار. دخلت الدار، لقيت ماما شرفات، ولكن باقية كتسنى. حضناتها وبكينا بجوج، ما عرفت واش بكينا فرح ولا ندم. وها أنا رجعت للدار البيضاء بوجه فيه تجريع في بلاصة ما خاصوش يكون، بذاكرة عامرة بحكايات، وبقلب باقي كيتمنى يبدا من جديد. المافيا كانت فصل من حياتي، ولكن ماشي حياتي كاملة. هذه كانت الحلقة الرابعة من قصة ياسين، من الزنقة في المغرب للياكوزا في اليابان، وللرجال المر للوطن. ما تنساوش تكتبوا لي في التعليقات شنو أكثر لحظة هزتكم، وشنو تتمنوا تشوفوا في الحلقة الجاية. ما تنساوش لايك، تعليق وبارتاج،
وموعدنا في الجزء الخامس ديال قصص مغربية. السلام عليكم.